اعزمني يا احمد. مو هيك بيقولوا؟ اعزمني يا احمد، حرام عليك يا احمد، اعزمني. امسك هيك. مم. رح اعطيكم وصفة لا قبلها ولا بعدها. هلا بقولوا انه نحن بنخمر وكذا، انا ما رح خمر ولا ما بده تخمير وما بده شيء. كثير ناس توع باغلاط بهالاكله هي بالذات، اذا غرز بسهوله معناته الخروف كله استوى. فهلا رح فرجيكم انه كيف رح يستوي ورح يتحمر بنفس الوقت. طبعا في عالم تشتغلها بيطلع معها اللحم قاسي، هتابعوني لحتى اعطيكم سر هي الوصفه. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والمتابعة. اليوم وصفتنا اللي هي الخروف المحشي. عندي المكونات طبعا مثل ما نحن شايفينها. عندي الباط، انا جايبه كيلو 700 جرام، فينا نساوي للكيلين والربع ماكسيمون، اكثر من هيك بكون قاسي اللحم تبع الخروف. عندي 300 جرام لحم مفروم، 4 كبايات رز طويل بسمتي، عندي المكسرات، السمن، التوابل اللي انا بدي استعملها، عندي نص فنجان زيت، وعندي هالمعلقتين الصويا صوص. شلون نحن هدول بدنا نشتغل فيهم؟ دبقت شلون شلون بدنا نشتغل فيهم هدول؟ تابعون لحتى لكم شلون الطريقه. اول خطوه بدي تبل اللحم. كيف؟ هالزبديه هي بناخذها، طبعا الكميه هون حكينا نحن عليها كيلو 800 جرام. انا بدي معلقتين صغار اللي هو الملح، وبدي معلقه صغيره فلفل ابيض، بالاضافه ل زيت تقريبا 3 معالق انا حطيت، ومعلقتين صويا صوص. هي التتبيله تبعي. بنخلطهم كلهم مع بعض هون هيك بهالطريقه. شو بدي ساوي؟ جيب صينيه الفرن. طبعا الصينيه لازم تكون غميقه شوي لان انا بدي احط لها موضوع المي كمان. فانا هلا رح اخذ الباط وتبله هيك بدهنه هيك من فوق ومن تحت. هلا بقولوا انه نحن بنخمر وكذا، انا ما رح خمر ولا ما بده تخمير وما بده شيء. يعني مثل انا الطريقه اللي انا بشتغل فيها بعطيكم اياها، اشتغلوا فيها وان شاء الله بتنجح معكم 100%. رح اخذ جزرتين وبصله، هدول اللي بدي اياهم انا، ما بدي اكثر من هيك. هلا بدي غلف اللحم. بجيب ورق الزبده اول شيء، بكمره كمر. هي اول خطوه. هيك جيب الصدير رقيق، بتحط اكثر من طبقه، اما اذا سميك طبقه واحده. هي ثنتين، كثير رقيق الصدير. هي 3 طبقات هيك. اذا سميك الصدير بحط طبقه واحده. المهم انا اكمره للحم، ما بدي اغطي الصينيه كلها، بس اللحم، موضوع اللحم. انا هون عندي طلعت مثل السمكه. هلا شو بساوي؟ هذا الصحن اللي انا تبلت فيه بعبيه مي عاديه. هلا هون انا سكرته، مو تغليف من فوق ومن تحت، بس انه سكرته. يعني انا بس تنيت الطراف لتحت بس، يعني انا ما بدي غلفه تغليف كامل، بس انا تسكير من الوش. بعطيه انا شويه مي هيك، هالميات هدول، وعلى الفرن. انا الفرن لحميه على 200 درجه حراره 200، وحطه اول شيء. بس يبلش يغلي بنوص على 180. طبعا اللحم هو كل لحم بيستوي على البخار. فهلا رح فرجيكم انه كيف رح يستوي ورح يتحمر بنفس الوقت. لو مسكر رح يستوي ويتحمر بنفس الوقت. هلا هون عندي درجه حراره على 200، رح حطه على الطرف الوسط تقريبا، شغال فوق تحت. طبعا بده من 2.5 ل3 ساعات. وبشيك انا كل ساعه بشيك، اذا نشفت المي بزيده شويه مي بس، مو اكثر من هيك. هلا رح نطبق معكم رز الخروف. رز الخروف شلون نحن بنطبقه؟ عندي هالسمنه هي، طبعا انا ناقع 4 كاسات عفوا رز. هلا عندي 300 جرام اللي هو اللحمه، بنحطهم. طبعا اللحمه مدهنه شوي، ما تكون هبره كثير، مدهنه بدي اياها شوي. قليهم على نار حاميه. في ناس بتحطها مجرمشه اللحمه، بتشتغل كمان مجرمشه، انا حطيتها ناعمه. طبعا هي بعد ما يتغير اللون تبع اللحمه هون هيك بهالشكل هذا. البهارات اللي بدي استعملها شو هي؟ عندي اول شغله الملح. ملح رح استعمل معلقتين صغار. عندي ال7 بهارات معلقه صغيره. عندي الفلفل الاسود معلقه صغيره مليانه.
عندي هون القرفة كمان معلقة صغيرة كله قد بعضه، وعندي هون الهيل المطحون تقريبا نص معلقة صغيرة. هلا بتحرك، انا بدي طالع لون الرز اسمر، ما بدي طالعه ابيض. طبعا انا استعملت رز بسمتي، ما بيلبق لها الرز القصير، هي بدها رز بسمتي حصرا. هلا باخذ هون 4 كاسات مي وبنزلهم. طبعا انا استعملت 4 كاسات رز، 4 كاسات مي. بس هون انا بدي صقي، اخر شي بدي صقي، يعني ما بحطهم كله الميات. هلا بخليها تغلي شوي شغلة 5 دقايق، بعدين بنزل الرز. هلا هون بدي صفي الرز. انا عندي الرز انا هون نقعه تقريبا شي ساعة، رح صفيه واغسله. هلا هون بعد ما غلو عندي دقيقتين 3 رح نزل الرز. طبعا ما بنزله لحتى يغلو بهالشكل هذا. هلا بنزل هيك كمية الرز كلها. طبعا مثل ما حكينا 4 كاسات رز هدول و4 كاسات مي. حركهم هيك تحريكة تقليبة خفيفة، وبسكر عليهم على نار قوية بدي اياها مشان تغلي. وهلا هون نحن طبقنا الرز بعد ما حطينا الرزات وغلت شوي، شغلة دقيقة يعني. هدينا عليها وسكرناها تقريبا، اكلت معنا شي 10 دقائق ربع ساعة. هلا نحن هون الرز رح نفتح عليه ونفرجيكم اياه شلون طلع. هلا الرز هون جاهز مثل ما شايفين، كل حبة بحبتها تمام، استواء كامل هذا خالص. هلا شو بدي ساوي؟ بدي اركب المنسف. هلا رح اغطيهم هلا شوي واسحب اللحمة. تقريبا اكلت معي 3 ساعات وربع اللحمة. هلا رح نكشف على اللحمة نفرجيكم اياها شلون طلعت. طبعا اللي طلبها مني انه الاستواء على الفرن، يعني بدي اياها انا بالفرن، استواء كامل بالفرن. هلا نحن الطريقة اللي قدمناها اول مرة سلقتها، بعدين انا حمرتها بالفرن. هلا هون استواء الكامل كله بالفرن. يعني هلا اذا ملاحظين شلون رايحة، اذا مسكنا هي مثلا رايح تمام. هلا هون بدي اسكب المنسف تبعي وبجيب الرز. رز الخروف هذا طلبوه مني ناس كتير، انه بدنا رز على اللحم. في هي طريقة طبعا كتير ممتازة، الأكلة هي طيبة كتير. هلا هو موضوع انه السكب. طبعا نحن البصلة مثل ما شايفين وكذا احترقوا، لان ما اللي مغلفهم، انا حاططهم برات اللحم مشان اخذ الخواص تبعهم، الطعمة تبعهم تدخل بقلب اللحم. هلا انا بدي اسحب، انا ما بدي احط شيء غير المكسرات، مكسرات وبخ السمنة. طبعا هي هذا بنقول له رز الخروف. طبعا هو الخروف بيجي كامل، انا بساويه بالعادة كامل، بس نحن مشان نفرجيكم يعني شيء مصغر. يعني انا اذا بدي اجيب خروف كامل لازم يكون وزنه 17 كيلو، هذا الوزن المثالي. لحمه بيكون طري مثل الفستق. خروف بده تقريبا 4 ساعات. استواء الخروف كيف نشوفه؟ طبعا الباط هو اطرى شيء بالخروف، ما بنشوف من الباط، بنشوف من الفخذ. الفخذ اذا استوى معناته الخروف كله استوى. بقى بنأكد انه مثلا بنحط الخنصر تبعنا باللحم، بنغرز الخنصر تبعنا، اذا غرز بسهولة معناته الخروف كله استوى. هلا هون بخت السمنة. طبعا السمنة انا ما سيختها لانه حامي اللحم، رح يسيح على اللحم. وهلا هيك منسفنا صار جاهز. هذا المنسف بيعطي 4 اشخاص. هلا هو بتاكل مثل ما هو، يعني لا في لا صحون ولا معالق ولا شيء. طبعا في ناس هيك بتاكله. هلا تمسك هيك اللحم، شوف لي اللحم رايح نيفه، تعمل هيك مع شوية رز هيك، امسكوا هيك. مثل الفستق يا زلمة. اعزمني يا احمد، مو هيك بيقولوا؟ اعزمني يا احمد، حرام عليك يا احمد اعزمني. امسك هيك. وهلا مثل ما تابعتوا معي من اول فيديو شلون نحن ساوينا رز الخروف
باللحم المشوي مثل ما طلبتوه. بناء على طلبكم سويت اللحم المشوي مثل ما حكينا اول مره، نحن سلقنا بعدين حمرنا. هلا نحن موضوع الفرن انه سويته كله بالفرن. وبتمنى انه تجربوها وتنال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك والمتابعه. كان معكم الشيف احمد مايسترو شيف.